يا مساء الخير عليكم يا حبايبي، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض فيديو سهل وبسيط جدا واقتصادي بدون اي اضافات بدون اي افتكاسات. حاجه كده في منتهى الجمال. هي ربطه الجلاش بس، وهنعمل حلوه فظيعه بجد، يعني صراحه مقرمشه من بره وكانت طريه من جوه. هنعرف كل التفاصيل التسويه وطريقه اعمال الجلاش دي بطريقه سهله وبسيطه جدا. قبل بس ما نبدا تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك يا حبايبي، واللي اول مره يشوفني اعملي اشتراك للقناه، شرفني اشتراككم في القناه. تعالوا نشوف طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنعرف كل تفاصيل الجلاش. مقرمش وشكله رهيب، فعلا بيتكلم عن نفسه، الشكل بيتكلم عن نفسه. اول حاجة هنعملها مع بعض الشربات هنعمله تقيل وبارد. معايا كوبايتين من السكر. لو انت حابين اقول لكم بالجرامات هكتب لكم في صندوق الوصف بالجرام. كوبايتين من السكر، الناس اللي بتشتغل بالجرام ممكن اكتب لها في صندوق الوصف بالجرام. وكوبايه ونص من الميه، يبقى احنا قلنا كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه. وهنزل عليهم بمعلقتين من عسل الجلوكوز. مفيش عسل الجلوكوز مفيش مشكله، ممكن الشربات او السيرم يتعمل كده كويس خالص ويبقى تقيل معايا ويبقى كويس برضو. وهنزل بعدها بنص ليمونه، احطه ده ودوب كويس، او لو ما دبش هيدوب على البوتاجاز على درجه الحراره، كده كده هيدوب. انزل بمعلقتين عسل الجلوكوز وما متماسكين شويه معايا، بس هيسيحوا على النار اول ما احط بس الحله على النار. وبعد كده هنزل بنص ليمون. في فانيليا عندك حط فانيليا، انا حطيت بس الكاميرا ما جابتهاش للاسف، فانا حطيت فانيليا سايله بتديها ريحه وطعم. معايا ربطه جلاش، انا اول مره اجيب ربطه الجلاش، طلعت معايا مكسره شويه، بس انا هعملها. اي حاجه متكسره انا هحطها في النص وتشوفوا الطريقه. هدد الاول الصاج اللي معايا زيت او سمنه. انا معايا زيت على سمنه. لو انتوا حابين تعملوا بسمنه بس، اعملوا بيها عادي مفيش مشكله، سمنه جنه سمنه روابي. بلاش، يستحسن خلينا في السمنه، بلاش الزبده عشان الزبده دايما بيبقى فيها نسبه ميه من اللبن. فخلينا في السمنه يستحسن احسن. ولو في زيت على السمنه بيدي قرمشه طبعا مع السمنه. انا معايا ورقه من الجلاش دهنتها كويس، وبعد كده هنزل بالورقه التانية. هعمل 3 ورقات من الجلاش او 4، كل ما تقليش عن الاربع ورقات. انا عملت 4 ورقات، ما تقليش عن الاربع ورقات عشان يبقى السمك كويس ويبقى طعمها حلو، وتبقى طعمه معاك وعاليه لفوق، عشان ما تبقاش رفيعه. هدهن كل بين طبقه وطبقه، هدهن كويس جدا سمنه والزيت اللي معايا. انا خلطت زيت على سمنه، وهبتدي اطبق التطبيقه اللي انتوا شايفينها دي. التطبيقه دي حوالي 3 سم بين كل واحده كده، 3 سم بالظبط، وارص في الصاج اللي معايا. هبتدي اغطي بس الجلاش عشان خاطر الجلاش بينشف بسرعه. وهبتدي اخد بس 3 4 ورقات وادهنهم بين كل ورقه وورقه، هدهن كويس واشربه من السمنه اللي معايا كويس جدا، عشان تبقى روده متبقاش مجلده معايا، ويبقى شارب من السمنه حلو. وبين طبقه وطبقه، لو في حاجه متقطعه معاكي او مكسره معاكي ممكن تحطيها في نص اللي بين الطبقه والطبقه في النص، بس ما تبقاش اول ورقه. اول ورقه لازم أن تكون معايا سليمه عشان اقدر اقلب الجلاش واقلبه معاكم زي ما انتم شايفين كده. يعني يستحسن الورق المكسر يبقى في النص. وهبتدي اطبق زي ما انتوا شفتوا، كل بين ورقه ورقه كده ادهن كويس واشربها من السمنه، وارص في الصاج اللي معايا 3 سنتي بالظبط كده وتعمليها. انا كانت معايا حوالي، يعني دي كانت 500 جرام من الجلاش، مش كيلو ولا كيلو الا ربع، لا دي كانت 500 جرام، يعني نص كيلو من الجلاش اللي عملت بيها الصاج ده. بديت ارص زي ما انتوا شايفين كده، وادهن بين كل ورقه وورقه كويس. انا هخلص الصاج اللي معايا ونشوف هنعملها ازاي. بجد ما خدش مني وقت خالص، وحاجه كده جميله جدا. خلاص انا خلصت الكميه خلاص اللي معايا اهي. انا بس جريت الفيديو او عملتها مع نفسي كده لحد ما ايه، عشان ما تزهقوش وتملوا من الفيديو. هبتدي اقطع ازاي بقى، اقطع مثلثات. شوفوا الطريقه سهله ازاي وبسيطه. تقطيع مثلثات، يعني امسك السكينه كده واقطع مثلثات، هتطلع معايا الشكل اللي انتوا شفتوه النهائي في الاخر. طريقه التسويه بقى، انا هسوي على درجه حراره 180، هكون مسخنه الفرن واحطها على الشبكه في النص. يعني ما تعلوش الفرن عشان ما تحمقش منك، او لونها هيتحرق منك من تحت وتيجي تولع الشوايه من فوق هتبقى واخده لون غامق. احنا عايزين اللون الذهبي الجميل. نعمل ايه؟ نعلي درجه الحراره الاول، نسخن الفرن وبعد كده نخليها نظبطه على 180، وبعد كده نحطها على الشبكه. مش هحطها على الصاجه اللي من تحت، لا على الشبكه اللي من فوق. تحمر من تحت هولع الشوايه.
الشربات كان خلص معايا خالص، سبته لما يبرد نهائي. الشربات يبقى بارد وتقيل معايا بتاع الجلاش، والجلاش يبقى سخن طالع من الفرن على طول، واقوم مشرباه من الشربات يشرب كده واتغلغل، واكب فيه كويس قوي او املاه قوي واشربه من الشربات كويس عشان تمسك الواحده كده يبقى في حلوه وشاربه من الشربات كويس. طريقه سهله وبسيطه. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي تعليق حلو منكم كده يفرحني، ولايك جميل منكم، اهم حاجه اللايك عشان اوصل لاكبر عدد يا جماعه. وطريقه سهله وبسيطه وبالف هنا وشفا، ونشوفكم في فيديو جديد، ويلا باي باي.